هيجيلك مرض كل العالم هتسمع بيه، مش هتعرفي تداريه عن الناس لان الشعر هيقع. وهتجيب حق مروه؟ لا، انا قصتي حاجه وقصه مروه حاجه، وعندي الفيديو اللي يثبت ان انا كنت ضد مروه، مش ضدها كشخص، انا ضدها في اللي اتعمل. لمي 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 لمي، ما كانش فيه لمي لمي، كان كل كلامي لها لمي. خلتوها فتحت جبهات من جميع النواحي. والغريبه ان نفس العصابه اللي اترمى عليها رمي محصنات جت ترميها عليا. نفس الفنانه اللي طلعت وقفت ورديت غيبتها قدام مروه سمعت شتمتها وقاعده عجزت وسكتت. بس انا غيرك، في فرق شاسع كبير كمان. بس ولو وقفت رديت عشان انتي، وكل حاجة انا بتبقى مثبتة عندي بالصوت والصورة. حبيبتي يا كابي، البدرية فوق راسي طلعت قالت انا ما شفتش حاجة من كابي، وتعاملنا مع كابي بواحد اتنين تلاتة. انتي بقى اللي كانت مكالمة ما بيني وما بينك وما بين اسرتك وزوجك، وبعتالي فويس بصوتك بتدعيلي فيه، لما تبقي على نفس المنصة وصديقة نفس الراجل وما تطلعيش تقولي لهم عيب، بلاش، ما تعرفنيش اصلا، ولقيتي واحدة بيترمى عليها رمي محصنات ومبهدلينها، على الاقل تنزلي من الجست اللي انتي فيه. انتي ما عملتيش كده، وطالعه بتتكلمي بكل قوه، هتقولي كذا وهتقولي كذا ومش عارفه ايه، وانتوا بهدلتوني. يعني انا مش عارفه والله اقولك ايه غير ان انا اقولك حقي منك جاي، بس من فوق. هيجيلك مرض كل العالم هتسمع بيه، مش هتعرفي تداريه عن الناس، ما بيسيبش. وانا عارفه انا بقول ايه كويس قوي. مش هتقدري تداريه عن الناس لان الشعر هيقع. ربنا ما بيسيبش، مش عشان اللي انت عملتيه او اللي انت رديتي او ما رديتيش، الله اعلم عشان ايه. ده اللي انا اقدر اقوله لك. واختك موجوده، كانت برضه بتتواصل بيا وكانت بتكلمني، وعارفه الشخصيه دي ايه كويس قوي، وعارفه انا ايه، وانت كمان عارفه جدا. انت لما كنتش جايالي كنت تعبانه، كنتيش بتتحركي، فوقتي ورجعتي تاني لوجهك بايه؟ اديتك ايه؟ انا اطلعي قولي لهم انا اديتك ايه، اطلعي قولي لهم كابي سحاره ولا لا، ما تطلعي اتكلمي. كلمتيش ليه؟ الا الكذب. يلا ناخد اللي بعده. هل انا ينفع اقعد اقول لك اشجعك من بره ووقت الوقعه اسيبك واجري، ولا ابقى معاك؟ ليه كلكم محدش قال احنا هنخش بقى كذا حد؟ مش هي اللي شتمت احمد لوحدها، مش هي اللي شتمت فلان لوحدها، لا احنا كمان معاها. ليه ما دخلتوش حتى في المحكمه شهدتوا بذلك؟ ليه ما دخلتوش في المحكمه وقفتوا وقلتوا الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه؟ ليه بتقولوه هنا؟ ليه ما دخلتوش المحكمه وقلتوه؟ ليه ما حضرتوش معاها في المنصه مع القاضي؟ ما هو كل ده يثبت لنا حاجات.
ليه ما عملناش كده؟ لكن انت تدعمني من الخارج. كابي شوفي ده قال عليكي، كابي قال عليكي، طب في حاجات لفلان وفي حاجات لعلان. انا الصفحه بتاعتي كلها كده، وصور وحاجات شخصيه، واللي 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 واللي, واللي. انت ذات نفسك جالي حاجات شخصيه ليك، فانا مستغربه، في استغراب، في حاجه ناقصه. انا دلوقتي كنت مساند واحده، يا اروح اقف جنبها في نفس القفص اللي هي فيه واقول انا جزء كاحمد او فلان او علان، مش هقعد اتفرج عليها وهي لوحدها شايله كل القضايا دي، اقعد اتفرج عليها وهي شايله كل ده واقعد اساندها من بعيد. حتى المحكمه بتاعتها ما بروحهاش، حتى المحكمه ما بتروحهاش. ما انا مستغرب. فانتوا حبيتوا تلعبوا معايا نفس اللعبه. كابي ترتيب، دخلت مع دول ليه، حصل دول ليه، حصل الفرقعه دي ليه، الدنيا مشيت كده ليه، مش عارفه ايه، كله مرتب. مين نهايه مين، مين هيجي على مين، مين الخلاص من مين. بدليل ان كلهم تنحوا من على البرنامج، كله قاعد يقول لك انا مش تبع التيم، وده يقول لك انا مش تبع التيم. مش مطلوب منكم تقولوا او ما تقولوش، المطلوب من الشخصيه اللي انا قلت عليه ان هو اخواني تروح للمخابرات او الجهاز الوطني المصري وتقول له في واحده مصريه تدعي فلانه الفلانيه ان انا اخواني، وانا عايز منكم اثبات بان انا مش اخواني لرد سمعتي امام الجميع. هتقدر تعمل كده؟ استحاله. ما كانتش قضيه مروه اتاخرت لغايه ما قضيتي معاك تخلص. مش معنى انت اللي قضيتك بتاعتك اتاخرت، ما كلهم خلصوا واخدوا احكام، انت اتاجلت. ده اللي انا اعرفه. لو انا ناس بتقول عليا ان انا اخوانيه، هروح للامن الوطني المصري بما اني راجل عارف انا ايه، وادخل على الامن الوطني واقول له في مصريه بتتهمني 1 2 3، وانا بما اني انسان حر ارجو من سيادتكم اثبات عدم كلامها ومراجعه ملفي امام الجميع. مش هروح اعمل لها محضر شخصي وهي عامله لي محضر في الامن الوطني الاماراتي. ما ينفعش، ما ينفعش اعمل كده. وانا لما رديت قلت انا مش عامله له شخصي، انا عامله في الحته الفلانيه. فرق شاسع تماما. بلدي اللي ما يلاقيش امان في بلده، فكك بقى من اللي انتوا قلتوه لابسه الرقاصه والدجاله، ده ما يشغلنيش، ده حسابه لما اخلص الحساب ده. كل شخصيه معلومه جابت في سيرتي اخلي كل محامي يمسكها على حده، والفلوس اللي هتطلع تعويض المحامي هياخدها او تنصب للدوله. شوف بقى كام تعويض هنطلعه. اقل تعويض في السب والقذف 100,000 جنيه. وانتوا شخصيات معلومه، زي المستشار اللي طلع قال عندها 3 قواضي اداب. تمام، هنشوفهم مع بعض.
وهدخلك الامن الوطني تبص على السي في بتاعي والسي في بتاعك.